اهتز الأمن في كربلاء الشيعية، لكن هذه المرة ليس على يد الدولة الإسلامية أو العشائر السنية، بل على يد معارضين شيعة تواجهوا مع الجيش العراقي. المعارضون يدينون بالولاء لرجل الدين الشيعي محمود الصرخي، هو الذي رفض فتوى الجهاد التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني ضد المجموعات المسلحة. في مواجهات كربلاء التي استخدمت فيها المروحيات سقط العشرات بين قتيل وجريح، وبث بعض المواقع هذه المشاهد التي قيل إنها تظهر اقتحام القوات العراقية منزل الصرخي ومكاتبه. ولكن من هو محمود الصرخي؟ هو مرجع ديني معروف بعلاقاته المتوترة مع المراجع الدينية في محافظة النجف منذ ظهوره في العام 2003. اختفى في العام 2004 عقب محاولات القوات الأمريكية اعتقاله في محافظة كربلاء لاتهامه بقتل عدد من جنودها. وبعد خروج القوات الأمريكية من العراق وقعت مواجهات بين أنصاره والأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية. له قراءة مختلفة عن باقي المرجعيات الشيعية حول ما يجري اليوم في العراق، وهو يركز في مواقفه على تجاوز الانقسامات المذهبية. قلنا بدأت القضية بأشخاص ب30، والآن تتحدثون عن آلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، عن قاعدة أو داعش. تذكرون الكلام قلت لكم فيه تفصيل لما نحن فيه الآن. قلت لكم لا تسببوا الأسباب وتؤسسوا حاضنة للإرهاب، لأن الإنسان إذا فقد الكرامة، إذا فقد العيال، إذا فقد المال، إذا فقد الموطن، ماذا يفعل؟ يخرج ضد الدولة. ليس الصرخي شخصية دينية تقليدية، تراه في بعض الأفلام يحمل كاميرا تصوير، وفي أخرى يلهو مع مناصريه في مباراة كرة قدم. يقول عارفوه إنه ظاهرة كسرت رتابة أداء المرجعيات الشيعية التقليدية وأثارت نقبتها. ومن مواقفه التي خرجت عن المألوف لدى رجال الدين الشيعة في العراق مجاهرته بالوقوف ضد نظام بشار الأسد.